السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أصدقاء القناة. طبعا انتهت مباراة بيراميدز وسموحة نتيجة 1-0 لبيراميدز، ومباراة الزمالك والإسماعيلي بهدفين للزمالك. آه، استنيت كتير عشان أعمل الفيديو أستنى المواقع، أشوف أنهي موقع هيكتب عن الماتشين، الأخطاء بتاعت التحكيم، ضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش، والاهداف اللي اتحسبت غلط. المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، المواقع الزملكاويه كلها ومواقع الرياضه والقنوات الرياضيه الموجوده في مصر اللي سيد حفيظ فضحهم وقال ان هم اغلبيتهم زملكاويه. احنا دلوقتي اتاكدنا ان كلهم زملكاويه الحمد لله. مفيش ولا واحد فيهم اتكلم عن اي حاجه. ما حدش اتكلم عن ضربة جزاء سموحه اللي ما اتحسبتش، الحكم اللي ادى 5 دقايق ومدوهم لغايه 12 دقيقه. ما حدش يتكلم في الكلام ده في مباراة بيراميدز. طب الزمالك هيطلع بيان قبل المباراة بتاعته ولا الهوا؟ طب ما عم الزمالك، ما انت طلعت بيان متنايل ب 600 نيلة بعد ماتش بيراميدز والاهلي، بالرغم ان الماتش خلص تعادل ومفيش فرقة فازت والنتيجة دي كانت في مصلحتك. ايه مش هتطلع بيان؟ لا، ما اشوف ماتش هيحصل فيه ايه. ماشي، خلص المباراة وخلصت المباراة الحمد لله، وبيراميدز فاز. نيجي بقى لمباراة ايه؟ الزمالك والاسماعيلي. الإخوة الأحباء الأشقاء، مباراة عادية، شوط أولاني مفهوش أي حاجة. الشوط التاني بقى ضربات جزاء للإسماعيلية ما بتتحسبش، فاولات ما بتتحسبش، انذارات ما بتتحسبش للإسماعيلي، عادي مفيش أي مشكلة خالص. وهوبا جون للزمالك، وبعديها هدف في نهاية المباراة تخلص نتيجة 2-0. طب وضربات الجزاء الفار، ضربة جزاء ما تحسبش وترد بجول، طب الفار فين؟ طيب ماشي، خلصت المباراة والزمالك فاز. يحصل في المباراة ان ناصر ماهر يضرب لعيب الاسماعيلي ويطرد. طيب حد هيطلع يتكلم عن اللقطة لعيب اتطرد وهو ما كملش لسه 10 دقايق في الملعب؟ لا. طب يا جماعة، ما انتوا كنتوا بتتكلموا على حسين الشحات وبتتكلموا على امام عاشور، وكنتوا شغالين 24 ساعة في ال 24 ساعة و48 ساعة في ال 24 ساعة برضه. لا، ما بنتكلمش في الحاجات بتاعت الزمالك وبيراميدز. الزمالك لا، الاهلي بس. اصل الدوري موجه للاهلي، زي ما بيقول المشجعين الزملكاويين اهو الاهلي، الدوري موجه للاهلي، والاهلي بيكسب بالحكام. طيب الاهلي كان له ضربات جزاء في الماتش الاهلي وبتروجيت، والاهلي ما اتكلمش، والمواقع ما طلعتش اتكلمت. امام عاشور متشال من على وش الارض باتنين لعيبه ومفيش حاجه حصلت. لا بس ديت للاهلي ما بتحسبش. طب على الزمالك لا برضه ما بتحسبش. طب على بيراميدز لا ما بنتكلمش. ليه؟ اصل الدوري موجه للاهلي والاهلي بيكسب بالحكام. طب ما الاهلي طلب ان يبقى فيه رئيس لجنه حكام اجنبي. لا، ما هو الاهلي عايز رئيس لجنه حكام اجنبي علشان خاطر يفوز. طب ما هو بيفوز. لا، ما رئيس لجنه الحكام الاجنبي هيوقف الحكام بتوعنا اللي احنا عايزينهم يفوزوا الزمالك او بيراميدز. دي الحقيقه. رئيس لجنه حكام اجنبي يجي، الحكام اللي انتوا بتوجهوهم بتوع الاحتواء وبتوع المجاملات وبتوع الكلام ده كله هيقعدوا في بيوتهم، زي ما عمل كلاتنبرج كده وايه، وكم قعد ايه الحكام وقعدتوا تقولوا عليه كلام ومش عارف ايه وفلوس بياخدها من غير ما يشتغل، وفي الاخر الراجل ساب لكم البلد وهج، وطلع بعد كده فضحكم عشان الاهلي بيكسب بالحكام. الاهلي بيكسب بالحكام في افريقيا، والاهلي بيكسب بالحكام في كاس العالم. صح؟ ده المنطق بتاعكم، دي دماغكم اللي جايباكم وموصلاكم لكده. طب اتكلم عن الاهلي واتكلم عن بيراميدز واتكلم عن الزمالك. لا، هو الاهلي بس. دايما العين مش شايفه غير اللي اعلى منها واللي احسن منها، وعشان كده
طول عمر الاهلي هو اعلى من اي فرقه في مصر، يا محايدين يا بتوع الاعلام المحايد. علشان كده الفقره التحكيميه اتلغت من الاستوديوهات التحليليه بقرار بقى من رئيس المجلس الاعلى للاعلام، بقرار من وزير الاعلام، بقرار من واحد تاني، بقرار من اتحاد الكوره، بقرار من اي حد في اي مكان. بس هو اتلغى ليه؟ عرفتوا الفقره التحكيميه دلوقتي اتلغت ليه؟ علشان خاطر محدش يشوف حاجه. بس دلوقتي في سوشيال ميديا والكل بيتكلم، فيما عدا مين؟ الزملكاويه والاعلام الزملكاوي اللي باصص للاهلي بس، مش باصص لاي حاجه تانية.